الناس اللي عليهم جناية وعايزين يستفادوا بالقانون الجديد المعدل رقم 1 لسنة 2024. المفروض ان القانون ده بيسري بأثر مباشر مش بأثر رجعي. يعني ايه؟ يعني في قوانين بتسري بأثر رجعي، يعني رجعي يعني قبل العمل بهذا القانون، وفي قوانين تسري بأثر مباشر يعني من تاريخ إصدار القانون. قانون تعديل الإجراءات الجنائية الجديد رقم 1 سنة 2024 هو بيسري بأثر مباشر مش بأثر رجعي. يعني اللي عليه جناية قبل كده مش هيستفاد بالقانون، اللي عليه مشكلة قبل كده واتحكم فيها برضه مش هيستفاد بنص هذا القانون. يعني لو عليك جناية واتحكم فيها مثلا في شهر 1 قبل العمل بهذا القانون اللي هو 18/1، حضرتك مش هتستفيد بهذا القانون، لأن القانون ده بيسري بأثر مباشر. شكرا.